فما ظاهرة تونسية متعبتني ومغلبة عليها وكنت ديما حابب نحكي عليها لين عاودت تعرضتني أول الجمعة هذه، وهي الفويوريزم. يقول قائل شنو هو الفويوريزم؟ فما نسبة من التوانسة تلقى متعة وقت اللي يعرضهم أكسيدون في الثنية باش يضربوا فرا ويقعدوا يتفرجوا. هذا كان ما وقفوش كرابهم جملة واحدة ويهبطوا يتفرجوا ويعطلوا سيركولاسيون كاملة. بمعنى كان لا قدر الله فما ناس مضرورة في الاكسيدون، السيركولاسيون اللي يتسبوا فيها هالفريجية ينجموا يعطلوا لومبيلونس ويتسبوا بصفة مباشرة في موت ضحايا الاكسيدون اللي كانوا ينجموا يمنعوا كان وصلت لهم لومبيلونس في الوقت. زيد راهو عيب كبير وما يجيش وقت نتفرجوا في ناس مجروحة وبدنها ينجم يكون معري. بدن البشر راهو عنده حرمة، ما يجيش نتكشفوا عليهم وهما في حالة ضعف وساعات حتى بين موت وحياة. شكون يرضاها لعائلته لا قدر الله يبداو في حالة ربي يعلم بهم، واللي ماشي واللي جاي يتفرج. يعني لا يزي يتعدوا على حرمة الناس، يعطلوا وصول الامبيلونس وينجموا حتى يتسبوا في موت الضحايا والا في اكسيدون اخر وقت اللي يخفوا في الكياس. هذا كل باش يتفرجوا في مصايب الناس وما يفوتهم شيء. واللي يزيد يغلب عليها من الفوق وحابين تصوروا انه حتى في السونس الاخر اللي ما عنده حتى علاقه بالاكسيدون الناس وقفت باش تتفرج وشوفوا السيركولاسيون وين واصله. يعيشكم وقت يعرضنا اكسيدون في الثنيه ما لازمناش نعطلوا سيركولاسيون، بالعكس لازمنا نخليو الطريق محلول باش كان فما ضحايا تستحق اسعافات الامبيلونس تنجم تخلط لهم في اقرب وقت، خاطر حياتهم تنجم تكون معلقه في دقيقه والا حتى ثواني قصيره. الوحيدين اللي عندهم الحق يقفوا هما الناس اللي عندهم تكوين في الاسعافات الاوليه. احسن حاجه تنجم تعملها في موقف كيما هكايا تكلم النجدة وتبلغ على الاكسيدون وتخلي الطريق محلول، وكان فما كان انت موجود هما يقولوا لك شنو لازمك تعمل. والاحسن من الكل كان تعمل تكوين في الاسعافات الاوليه مع الهلال الاحمر. في البلدان اللي تحترم روحها اللي يجرب يتلفت باش يتفرج في اكسيدون يتخطى على بلاصه واللعب لا، خاطر بدن الانسان خاصه في محنه حاجه مقدسه عندهم وميهاش فرجه. وصلوا المعلومه وربي يحفظكم الناس الكل.